لو لسه بتتلخبطوا في الفانكشنز فركزوا معايا ثواني. النهارده انا هشرح لكم الفانكشنز، يعني هنشرحها تاني، فهنراجع عليها وهقول لكم بقى كل الحاجات اللي انتوا مش فاهمينها. اول حاجه احنا عندنا نوعين من الفانكشن، واحد اسمه declare function والتاني اسمه الcall function. طيب الديكلير فانكشن نوع ايه؟ نوع واحد بس اللي هو الفويد فانكشن، وده اول نوع احنا خدناه يعني، اللي هو الفويد فانكشن. طيب الفويد فانكشن ده بيتكتب فين، او يعني بيعمل ايه؟ قبل ما بيتكتب فين خلينا نسأل سؤال، هو بيعمل ايه اصلا او ايه مهمته؟ مهمته ايه يا جماعة؟ ان هو اول حاجة كده، اول حاجة ان هو بياخد قيمة الحاجة وما بيرجعهاش تاني في الميموري، وساعات وما بياخدش حاجة اصلا كمان، يعني هو اصلا كمان ما بياخدش حاجة فما بيرجعش تاني في الميموري. طب الكول بقى مهمتها ان هي ترجعها وتظهرها تاني على الشاشة. لما بنيجي نعمل رن بيطلع، لما مثلا نيجي نعمل رن للكود كان بيقول لنا ايه؟ كان بيقول لنا النوت ديز تو شو. لما بنعمل كول بقى كان ايه؟ بيطلعها. هي دي فايدة الكول والتكلير. طيب السؤال المهم، هما اصلا الديكلير فانكشن او الفويد فانكشن بيتكتب فين؟ بتتكتب قبل الانتجر مين هنا يعني دلوقتي اهي الانتجر مين اهي، صح اهي دي الانتجر مين، هي هنا بقى بتتكتب هنا في السطر ده، في السطر ده كده هنا بالضبط، سطر رقم 3 قبلها على طول. طيب انا قبل السطر رقم 3 هكتب ايه؟ هكتب اسم الفانكشن اللي هو الفويد فانكشن. طيب عندي سؤال، الفويد فانكشن هل الديكلير فانكشن ليه انواع؟ طبعا ليه انواع، بس ده اول نوع، خلينا بس نمشي واحده واحده. حلو، دي اول حاجه. الفويد بقى ممكن اسميها ايه؟ ممكن اسميها كمبيوتر، تمام، ممكن نسميها كمبيوتر، اي حاجه سموها اي حاجه. وبعدين بنحط القوسين، وبعد كده اخر خطوه بقى عشان تتم الفويد فانكشن او عشان تبقى فانكشن، اخر حاجه ان انا احط القوس الكيرلي وانزل انتر. تمام كده انا كونت عندي الفانكشن او الديكلير فانكشن. بس حابه بس اكتب نوت كده قبل الفويد فانكشن، خليني اكتب النوت ان ده اسمه ديكلير، مش هكتبها جنبها، هكتبها ايه فوقيها، ديكلير، ماشي، ده اسمه ديكلير. طيب في الفويد فانكشن بقى ممكن اكتب فيها اي حاجه انا عايزاها، بس مش قوي يعني، في حدود برضو شويه، خلينا بس نتفق على واحده واحده. احنا ايه؟ هنعمل مثلا سي اوت لحاجه، نعمل مثلا سي اوت كده اهو، واهو، سوري، اهو، اهو، ثانيه واحده اهو. لو جيت اعمل في الحاله دي كده، لو جيت اعمل في الحاله دي على طول كده من قبل ما اعمل اي حاجه وسبتها زي المنظر ده وجيت اعمل رن، تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني دلوقتي انا اهو كاتبه كل حاجه، كاتبه الفويد فانكشن، سميت الفويد، حطيت القوسين، حطيت القوس الكيرلي وكتبت السي اوت. انا عايزاه دلوقتي يخرج لي ويلكم، انا دلوقتي عايزاه يخرج لي ايه؟ ويلكم. طب تعالوا بقى نشوف كده ايه اللي حصل. نو ديتيلز تو شو. ليه يا ملك؟ انا قلت لكم ايه في الاول؟ قلت لكم الجمله دي لازم تكونوا عارفينها، ان الفويد فانكشن بتاخد قيمه الحاجه وما بترجعهاش تاني ما بتعملهاش ريتيرن. تمام، يبقى انا لازم اقول لها، لازم اناديها، لازم اعمل لها كول. فخلينا نكتب هنا برضو قبل ما نبدا نكتب الكود، نكتب هنا كول وننزل تاني. هنعمل ايه بقى؟ ازاي هناديها؟ انا عملت الفويد فانكشن صح، سميتها ايه؟ كمبيوتر. خد الكمبيوتر زي ما هي بالاقواس بتاعتها كده واطلع بره القوس وحط السيمي كولون، انت كده عملت ايه؟ كول. بس كده.